طريقتك في الحل غير تقليدية، وده هيخلي الناس تعتمد عليك أكتر. بس خلي بالك يا أسد، النجاح ده ممكن يلفت انتباه ناس مش نيتها صافية، فاختار كلامك وتحركاتك بعناية. في السنة الجديدة دي هتكون فيها أساس بالثبات والرضا. مش شرط تكون وصلت لكل اللي انت عايزه، بس هتكون واقف على أرض ثابتة وعارف انت رايح فين. كمان السنة دي بتقولك يا أسد انت مش بتشتغل، انت بتبني اسمك. أما على الصعيد المالي، السنة الجديدة بتفتح معاك صفحة مالية مختلفة تماما عن اللي فات. مش بالضرورة فلوس جاية بسرعة، لكن بوعي مالي بيكبر جواك وبيخليك تشوف الفلوس بشكل أذكى. انت داخل السنة بتتعلم فيها ازاي تدير، مش بس ازاي تكسب، وده فرق كبير هيبان قوي في آخر السنة. كمان في أول الفترة ممكن تحس إن الفلوس بتيجي وبتمشي، بس الحقيقة إن ده اختبار ليك يا أسد. هل هتصرف علشان تثبت قوتك، ولا هتصرف علشان تبني